اليوم فقط في حديث على أن الأمريكان يتحدثون على إمكانية بناء قواعد عسكرية في المغرب رداً على النفوذ الروسي في الجزائر. وبالتالي اضطرينا نعبر الحدود المغربية الجزائرية. الصعوبة اللي واجهناها هي عند المغاربة يرفضون الجزائريين يرفضون أي شيء له علاقة بالمغرب. الموقف الرسمي وصل إلى أنه لا يذكر الفريق المغربي عندما يفوز على البرتغال مثلا. هناك شعور مبني عند الجزائريين في عداء إلى المغاربة على المستوى الشعبي قصدك؟ على المستوى الشعبي. كانوا يقولون خرجت إسبانيا من اللعبة، مش المغرب فاز، إسبانيا اللي خرج البرتغال، أشبه بالضراير. إيه فهذا الموقف الرسمي. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير خوتي، الصحة لاباس والدنيا هانية. الزول في الاول كاين جديد. حالة الخصام المستمرة هذه بين المغرب والجزائر إلى حد ما تذكرنا بحالة الخصام اللي كانت موجودة بين البعثين في العراق وسوريا. ما أدري إذا كان يعني في الظاهر تستغرب لماذا يعني بلدان متجاوران يشتركان في حتى في بعض قبائلهما، في كثير من عاداتهما، في تاريخهما. لماذا هذه الخصومة المستمرة؟ أنا الأغلب أنه الشعباني لا علاقة لهما بها، يعني الأغلب أنها قضية متعلقة بنخب حاكمة، إما مندفعة بمصالحها الذاتية وإما تخدم أجندة معينة، لا تفسير آخر. أحكي لك تجربة شخصية مريت فيها. في وقت ما لما كان العراق في الحصار رحنا بقافلة من لندن إلى بغداد، وبالتالي اضطرينا نعبر الحدود المغربية الجزائرية. الصعوبة اللي واجهناها هي عند المغاربة يرفضون الجزائريين يرفضون أي شيء له علاقة بالمغرب. وهذه دا أتكلم على أفراد، يعني كانوا قسم من زملائنا اللي من رافقونا من القافلة من المغرب للحدود الجزائري. والله واحد منهم قال لي يا أخي أنا أمنيتي، لأنه طبعا هذه واحدة المرة القليلة اللي الجزائر والمغرب فتحوا الحدود، عبرنا من الحدود، بحيث أنا لما جيت أطلع من المطار قالوا لي كيف دخلت أنت هنا؟ الختم مالي من الحدود الأرضية. فقال على أي حال هناك شعور مبني عند الجزائريين في عداء إلى المغاربة على المستوى الشعبي قصدك؟ على المستوى الشعبي. يا أخي هذا الرجل توسل قال لي والله ما بس أريد أحط رجلي في الأرض المغربية على الحدود. هذا مش شخصي، هذا مسؤول اللي منعه. لا هذا اللي الشخص اللي كان يريد يسويها هذا ليس موظفا ولا شيء، يعني زميلنا، واللي دا يستقبلونه هم الأخوان أيضا اللي مؤيدين للقافلة وليس المسؤول. لا المؤيدين للقافلة نصهم مخابرات يعني وانت تريد ان يسحق، تريد ان يسحق. لا انا جزائري واعرف هذا الرأي العام الجزائري. نقطة أخرى أنا في تصوري أن أقصى شعبين عربيين وأكثر انفرادية هم الجزائريين والعراقيين. العنف عند الفرد العراقي، طبعا ما أقدر أتكلم عن الجزائر، وأنا قلت له الله يرحمه العبد العزيز بوتفليقة، قلت له والله ما في أسوأ من العراقيين غير، ما في أسوأ من الجزائريين غير بس العراقيين بالنص والله. فالفردية اللي موجودة والعنف اللي مرد ووضوح الرؤية غير القابلة للمناقشة، الأبسولوتيزم عند الجزائريين تتجاوز ما عند المغاربة، وبالتالي قد يكون هذا جزء من السبب. هو لازم يعرف الناس انك عراقي حتى لا يتهمونك انك تسب العراق. لا ما هو من لهجته واضح ومعروف جدا، لكن مش شرط انه يعرفوه. لا موقف الشعب الجزائري وموقف الشعب المغربي في مجمله هو موقف اخوي. صحيح. الدليل، ما هو الدليل؟ اخر الادله هي الكأس العالم. الأغلبية العظمى من الشعب الجزائري وهو يعرف الموقف الرسمي أيد الفريق المغربي طبعا. وهم يعرفون الموقف الرسمي. الموقف الرسمي وصل إلى أنه لا يذكر الفريق المغربي عندما يفوز على البرتغال مثلا أو على إسبانيا مثلا. حتى الناس غضبت بشدة،
كانوا يقولون خرجت إسبانيا من اللعبة، مش المغرب فاز، إسبانيا اللي خرجت البرتغال، أشبه بالضراير. إيه فهذا الموقف الرسمي. لكن الموقف الشعبي في المقاهي، في الشارع، في بعض الناس اللي مشوا مثلا على اليوتيوب، وإحنا عارفين الآن في الجزائر لا أحد يستطيع أن يفعل شيء، القبضة الأمنية شديدة جدا. لكن الناس كانوا يقولوا للناس يعملوا يستجوبهم، يقولوا احنا مع الفريق المغربي، هذه يقولوا احنا ممكن تكون مشاكل مع المغرب لكن احنا مع الفريق المغربي، إلى درجة أن جعل التبون والقنوات بطبيعة الحال الآن القنوات في الجزائر لم يعد فيه صحافة إطلاقا. حتى في التسعينات في أيام الدماء كان فيه شوية صحافة، فيه رأي شوية هنا 5% 10%. الآن عاد رأي تقديس العسكر، تقديس العس على قول الشاعر. تبون خرج قبل أسبوعين مع صحيفة لومون الفيغارو وقال أنا كنت مع الفريق المغربي. هو أيضا أصبح مع الفريق المغربي لأنه شافوا الرأي العام، والموضوع أنهم الأغلبية العظمى على الشعب الجزائري كان في قضية الفريق المغربي. لكن هناك خلافات قديمة تتجدد. ربما النقطة يجب أن نحن كجزائريين دائما، وأنا دائما أذكر بهذا، أكثر البلدان التي ساعدتنا في الثورة الجزائرية هي المغرب وتونس. وبال61 بدأ الخلاف. الخلاف في الحقيقة بدأ أولا الملك محمد الخامس إلى درجة أن أهم شارع في الجزائر أو من بين أهم شوارع العاصمة هو شارع محمد الخامس في الجزائر، وتقريبا في كثير من المدن الجزائرية فيها شارع محمد حتى الخامس. في تونس أيضا. نتيجة لما قدمه ويشهد له هذا الرجل، هذا الملك، والدور اللي قدمه حقيقة على خلاف بورقيبة في تونس. في تونس كان الشعب التونسي مع الثورة الجزائرية. بورقيبة كان متلاعبا، ملك المغرب لم يكن متلاعبا في الموضوع. لكن حدثت مجموعة إشكالات. إشكال أن إخواننا المغاربة يقولون أن لديهم أو أجزاء مما هي الجزائر اليوم كانت جزء من المغرب، وأن فرنسا هي التي ضمتها. يعني خلاف على أراضي؟ خلاف هذا قديم الخلاف. الآن هذا حسم هذا الخلاف لأن الحسن الثاني قبل بالحدود كما هي في 72. ما بين 69 و 72 وقعت اتصالات وعرف بلقاءات إفران إلى آخره. لكن في الحرب 63 هذا هو أساسها. حرب 63 هو أن الحسن الثاني الذي خلف والده محمد الخامس قال بأن هناك أراضي الآن جزائرية خاصة تندوف وبشار في الجنوب، وهي كانت جزء من المغرب. الخلاف المشكل اللي أحدثه الحسن الثاني، طبعا إخوان المغاربة يردوا يقولوا أن الغزو المغربي لم يبدأ إلا عندما قتل الجزائريون 10 من المغاربة. لكن هذه تبقى إلى أي درجة هذا صحيح. لكن الصحيح والمؤكد أن حدث غزو. والصحيح المؤكد أن العالم يومها تضامن مع الجزائر، نتيجة أن العالم يومها كله كان محب للثورة الجزائرية ولخروج فرنسا بتلك الطريقة، وهذا الشعب الذي استرجع أرضه بعد 130 سنة إلى آخره. وحدث لنا احنا إشكال كبير في الجزائر. يومها كان زحف، ويا للصدف من المغرب زحف جيش الحدود وتونس، ولكن خاصة من المغرب زحف على العاصمة وضرب وقتل المجاهدين. جيش الحدود جزائري، الذين أي الجزائريين المقاتلين الذين كانوا في الحدود المغربية وفي الحدود التونسية، زحفوا برئاسة بومدين بن بلة وقتلوا المجاهدين في الداخل واستولوا على السلطة. كانت هناك يعني معارضة. جزائريين في جزائريين. حدثت حرب أهلية مع الاستقلال لبضعة أشهر. حرب أهلية لبضعة أشهر، لكن حرب أهلية ما بين ثوار الخارج وثوار الداخل. الذي حدث أن غزو الحسن الثاني أو دخول الحسن الثاني للأراضي الجزائرية في 63، في الوقت اللي كانوا الجزائريين هناك ثورة مسلحة وهناك ثورة سلمية ضد حكم بن بلة وبومدين. لكن خرج بن بلة، وبالمناسبة هو من أصول مغربية طبعا تماما، مغربي هو مغربي. خرج، كان يومها رئيس الجزائر، وقال حقرونا المغاربة. هذه الكلمة كانت زلزال في الجزائر. توقف الجميع على الخصومة وذهبوا للحدود. المسلحين الذين كانوا يقاتلون في نظام بن بلة بومدين ذهبوا إلى الحدود، لأنهم شعروا أن القضية هنا تعني الوطن، تعني الأرض.
طبعا توقفت تلك الحرب ولم يحصل الحسن الثاني على ما كان يريد، لكن أحدثت قلق. أحدثت قلق، ثم جاءت فيما يعني بعد. هذه كانت البذرة. هذه البذرة. نعم. هذه البذرة أو هذه البدايات. ومرة أخرى الرد، وأنا هذا قلت من داخل المغرب في 2015. أنا لم أزور المغرب من 91 إلى 2015، تقريبا 25 سنة 24 سنة. لكن في 2015 زرت المغرب، كانوا فيه إخواننا المغاربة الذين طردوا من الجزائر، فكان لهم المؤتمر الأول وأرادوا أن نحضر. أنا كانت جاتي دعوات متعددة من المغرب قبل ذلك، لم أذهب لأني لم أريد أن أشارك في الخصومة ما بين النظامين، وأنا معارض للنظام الجزائري، فلم أريد أن أكون وسيلة لكن ذهبت في 2015 لإبداء تضامني الكامل وموقفي المبدئي أنا وكثير من الجزائريين ضد الذين طردوا من الجزائر، وكانوا بعشرات الآلاف. المغاربة يضعونهم في حدود 300,000. هذول من المناطق الحدودية؟ هذول جزء من المناطق الحدودية، لكن لا مقيمين. هؤلاء مقيمين وكثير منهم ولدوا داخل الجزائر، وبعضهم قاتل مع الثورة الجزائرية، أبائهم قاتلوا مع الثورة الجزائرية. لكن مع المسيرة الخضراء وتفجر قضية الصحراء في 75 قام بومدين وعبد العزيز بوتفليقة يومها وزير خارجية. بالمناسبة عبد العزيز بوتفليقة من مواليد وجدة، يعني من مواليد المغرب. بومدين أقام فترة طويلة في المغرب. مأساة والله، مأساة. قاموا بطرد عشرات الآلاف. كما قلت المغاربة أخواننا هذون يضعونهم في حدود 300,000، لكنهم بعشرات الآلاف، قد يتجاوزون 150 أو 200,000 الحقيقة. بطردهم شر طردة أسر، وكثير منهم قالوا لي والله ما علمنا أننا مغاربة إلا يوم طردنا. فمؤلم جدا، مأساوي الموضوع. لكن أنا قلت يومها، لأن خرج كان فيه مؤتمر، وكانوا الجماعة الإخوة هناك قالوا لي أنت ترأس الجلسة الأولى مثل ما احنا جالسين. فخرج أستاذ جامعي قال أن الجزائر مغربي، قال أن الجزائر دخلت فينا 17 دخلة، يعني هناك 17 منطقة يجب أن نسترجعها. فقلت هذا خطأ، يعني نحن ندعو إلى هدم الحدود، هدم السدود. صحيح، ليس تكريسها وليس تكريسها وليس ترسيخ. لكن إذا جئت تقول لي أنا مغربي وأريد جزء من الأراضي الجزائرية المعترف بها بالمغرب، أساسا يعترف بها الآن، فأي جزائري لن يقبل ذلك. صحيح. قلت له آخر متر سنقاتل من أجله. هذا كصب الزيت على النار، يعني هذا إثارة لمزيد من الفتنة. بالضبط. الهدف الحل لهذه القضايا الكبرى. هناك مشاكل ما بين النظامين، وهذا المشاكل أصبحت مع التواصل الاجتماعي أصبحت ممكن نشرها على نطاق واسع. صحيح. وهناك جهات خارجية أيضا تضخم هذا الموضوع. شوف، فيه على الأقل 5 أطراف، وأذكرها بالاسم يعني بدون تحفظ. في الإسبان، وفي الفرنسيين، وفي إسرائيل، وفي الإمارات، وإلى حد ما الآن أيضا داخلين عليها المصريين، النظام المصري والنظام الإماراتي. هؤلاء يضخمون في الخصومات ما بين الجزائريين، وأنا على يقين أن هناك جيوش في التواصل الاجتماعي تضرب هذا بهذا. واليوم مع التواصل الاجتماعي لم يحد أحد يعرف من هو من. بس يا أبو محمد، يعني هذا كلام تفضل فيه قد يكون صحيحا، يعني في أطراف خارجية تعبث، ولكن المستبد يريد أن يحرف اهتمام الناس عن القضايا الأساسية. هذا صحيح. فيأخذهم إلى قضايا النزاعات الجيوسياسية. إذا لم يكن لك عدو، على قول ميكافيلي، إذا لم يكن لك عدو لأميره فاصنعه. ونحن نددنا بالنظام الجزائري أيما تنديد في 2021 عندما أقدم على قطع العلاقات مع المغرب واتهامها بأنها أقدمت على حرائق 2021، وكانت حرائق مهولة مرعبة أدت إلى مقتل المئات في الجزائر. ما نش عارفين الرقم بالضبط، لكن ربما أكثر من 300 شخص. اتهموا المغرب، وأكثر من ذلك قالوا أن حركة رشاد اللي أنا أحد واحد منها، وحركة أخرى صغيرة تسمى الماك، أنهم يمولهم المغرب، ونحن نددنا بهذا ورفضنا هذا. طبعا هذا كلام سخيف جدا، ونحن نعرف أن الحرائق جزء منها أقدمت عليها المخابرات. ولديه مشاكل في البلد،
مشاكل اقتصادية، مشاكل حقوق إنسان، مشاكل من كل الأنواع، ويريد للناس أن يهتموا بغيرها. ولذلك فعلا هو مؤسف الحقيقة يعني. وحتى أنه احنا نتحدث على التوتر العلاقات المغربية الجزائرية، لأنه الأمر تجاوز الخلاف بين النظامين. هنالك محاولة شريرة للأسف الشديد لإقحام الشعبين ووضعهم في مواجهة بعضهم البعض. يعني مواقع التواصل الاجتماعي يعني تحولت إلى بؤرة يعني تفجير الخلافات وللتهجم على البلدين يعني بطريقة يعني مأساوية الحقيقة، لدرجة أن أحيانا أدعو هيك، وأنا فعلا يعني حريص باستمرار على أنه نلعب دور التهدئة في هذا، ولكن تجد أصلا من يهاجمك أنك أنت تدعو إلى التهدئة وهذا يدل في الحقيقة، وهي النقطة الثانية، أنه في تقديري لما يكون النظامين ضعيفين في وضع هش يعني يفتعلوا يعني صعدوا من القضية هذه الخلافات، لأنه لما يكون البلدين يعني خاصة النظامين في وضع قوة يمكن حصر هالخلاف هذا، لأنه في النهاية خلاف تاريخي ليس خلاف اليوم ولا أمس. بس والله خلاف تافه هش يعني ما بيستاهل. يعني تلاحظ اللي جرى قبل كم يوم لما القنصل الجزائري ذكر فد شيء أنه إحنا دولة عدوة، والظاهر تكلموا مع بعضهم الحكومتين وسحب هذا القنصل المغربي. قصدك القنصل المغربي؟ وإذا واحد يقول أنه أنا قلت لهم اسحبوا، والثاني يقول لا أصلا هم ما قالوا لنا إحنا سحبنا. تلاحظ أنه طيب معقولة حكومتين قاعدة تحكي بها؟ نعم فعلا هنالك، وللأسف الشديد أنه هذا يستغل من قبل طبعا قوى غربية من أجل تغذية الخلاف، وخاصة وأيضا إسرائيل. وطبعا يعني أحيانا الجزائر الآن بدأت كأن عندها ورقة قوية، موضوع العلاقات المغربية الإسرائيلية، ولكن للأسف الشديد هو أصلا جزء من العلاقات الإسرائيلية المغربية بسبب الهشاشة اللي يشعر بها المغرب، اللي تدفعه للتوجه للخارج، لأنه يفترض أنه يكون قوي ومستقر المغرب بجزائر قوية وجزائر صديقة وليس العكس. ولكن للأسف الشديد هذا الخلاف يعني بدأ يأخذ أبعاد كثيرة، وأخطرها هذه الأبعاد الشعبية، لأنه إذا تصاعدت خاصة مع استعمال أدوات يعني كأنه جيوش إلكترونية من أجل تغذية هذا الخلاف، يمكن مع الوقت يتحول للأسف الشديد إلى عداء تاريخي مستحكم، يعني تتحول هذه المنطقة إلى بؤرة للتوتر المستمر. الحقيقة هذه الخلافات وخاصة يعني أبو ناجي أنت ذكرت في البداية قضية أنه دول جوار وبينها تناسب وبينها عشائر مشتركة وبينها هذه ربما أصلا هي من أسباب وعوامل تأجيج الخلاف. يعني إذا أراد أحد أن يتلاعب بهذه العلاقات فيمكن أن يتلاعب بها من خلال هذه المسائل. أضرب لكم مثل، إحنا اللي عايشين في بريطانيا نعرف، اللي عاش في السبعينات والثمانينات يعرف قضية الصراع مع إيرلندا. هذه حرب بريطانيا خاضتها لعقود يعني الحقيقة مع الجيش الجمهوري، ولكن يعني مع إيرلندا، بينما إيرلندا نفس الجيش الجمهوري كان يمول من قبل أمريكا اللي هي حليفة بريطانيا، وكانوا البريطانيين يتعبون في محاولة شرح خطورة هذا الأمر لحلفائهم وأصدقائهم في واشنطن، كيف أنه ملايين الملايين تجمع للجيش الجمهوري الإيرلندي في بوسطن وفي مناطق أخرى. بس هو كان مدعوما مش من قبل الحكومة الأمريكية، لا من قبل الجالية الإيرلندية في أمريكا. بس أبو ناجي، لكن النواب والكونغرسمان بيل كلينتون لمواطنين، هو أمريكا بلد مهاجرين. يعني بيل كلينتون وجو بايدن كانوا ممن يحضرون سين باتريكس داي ويجمعون وكذا وترسل. القصد هذه كانت يعني أحد الكتاب الحقيقة كتب بشكل بارع في مسألة أنه حساسية بريطانيا التي لم يفهمها الأمريكان إزاء ما يجري في إيرلندا كانت للتقارب، للقرب، وأيضا للتماهي.
الشكل هو نفس الشكل الإيرلندي والبريطاني، اللغة هي نفس اللغة، الثقافة إلى حد ما هي نفس الثقافة. فخشية التماهي يتأجج الصراع. إحنا مثلا على سبيل المثال البعض يقول أنه مثلا في العراق خطر إيران أكثر من خطر حتى إسرائيل. ليش؟ يقول لك لأن إسرائيل معروف مختلف شيء آخر، فيوم من الأيام أنا هذا الإسرائيلي وهذا كذا سأنبذه. أما هذا الإيراني بالعموم ديننا واحد، بالعموم ثقافتنا مشتركة، بالعموم فالتماهي ممكن والتأثير عليه ممكن، إذن يتأجج الصراع يصبح أكثر. لكن اللي يريد أوصله هو التالي: الذي يستفيد من هذه الصراعات، الذي يستفيد حصرا الأنظمة المستبدة، الأنظمة الفاشلة، وأجهزة الاستخبارات والعسكرة الذين يريدون أن يعني رزقه. بس أنا رزقه. بالنسبة للنموذج الإيرلندي، شوف النموذج الإيرلندي له خصوصية. ليه؟ لأن بريطانيا دولة مستعمرة، هي استعمرت إيرلندا واضطهدت شعبها، وكثير من الإيرلنديين، على فكرة معظم الإيرلنديين برا بلدهم، صحيح، معظمهم مهاجرون. هؤلاء كثير منهم هجروا من بلادهم بسبب الاستعمار البريطاني، ففي خلفية تاريخية فيها كثير من المرارة. إضافة إلى ذلك شمال إيرلندا اللي هو الآن تابع لبريطانيا هو أصلا جزء من إيرلندا. صحيح. يعني لا يحق للبريطانيين أن يستمروا حتى في، لكن هم إيش عملوا البريطانيين؟ جابوا زي ما عملوا في فلسطين، جابوا مستوطنين يهود من أوروبا وزرعوهم في فلسطين. هم جاءوا بمستوطنين بروتستانت وزرعوهم في بلد كاثوليكي أصلا. نعم، وهذا الفرق الثاني. لا، بالنسبة لنا نحن شوف الأصل نفسه، أمازيغ، عرب، نفس الشعب، مسلمين، سنة، مالكية. تخيل يعني لهذا الحد. نحن في الحقيقة شعب واحد في بلدين. الذي يستفيد منه هو الأنظمة المستبدة، الذي يستفيد منه هم كبار الجنرالات، خاصة الذين يقدمون على مشتريات السلاح. طبعا. الذين يستفيدون منه هم بعض النخب المرتبطة والمرتهنة للقوى الخارجية، خاصة الاستعمار القديم. المحزن جدا ومبكي أن يجد المغرب ويتحالف مع الصهاينة، ويجد في الصهاينة أنهم قد يدعمونه ضد أخوه الجزائري. محزن ومبكي من الجانبين، ومحزن ومبكي أن تصبح الحدود بيننا هي حدود اليوم لا يدخل منها إلا المخدرات في الاتجاهين بالمناسبة، يعني مغلقة على كل شيء. الأسر هناك من يريد أن يزور أمه، هناك مغاربة يعيشون في الجزائر، أمهاتهم مغربيات مثلا وأبائهم مغاربة، انفصلوا. باش يزور أبوه لازم يروح لتونس أو يروح لباريس باش يدخل على الدار البيضاء. لأن أيضا، وهذه أدين فيها النظام الجزائري إدانة شديدة، لم يكتفي بغلق الحدود في 94، إنما أضاف غلق الأجواء ومنع الطيران المغربي حتى المدني من عبور الأراضي الجزائرية، في حين نفس النظام فتح للطيران العسكري الفرنسي قبل 10 سنوات في مثل هذه الأيام لقصف مالي. في المغرب هناك نخب تستفيد من العداء، في الجزائر هناك نخب تستفيد من العداء، وهذا العداء يضر الشعبين، يضر البلدين، يضر المنطقة ككل. هذه الخلافات التي هي حدودية هذه تستنزف أجيال كاملة، تستنزفها من عدة جوانب. من سياسيا، لأن الأنظمة الفاشية والمستفيدة من بقاء هذه الصراعات تمكث وتقبع على تجثم على صدور الشعوب. المسألة الثانية أنه مواردك جميعا مستهلكة في هذا الصراع. يعني أنت ألم تستفد أنظمة عربية على مدى عقود من قضية والله الصراع كنت تلعب بالصراع الصراع الصهيوني مثلا، صراع ضد الأعداء ومش وبقيت جاثمة على صدور الشعوب. ليش؟ لأنه على أساس الدعوة هذه وكل أعمال الفساد وكل أعمال الرشوة وكل أعمال كلها هي مجيرة. ليش؟ على أساس أنه هذه وهذا كله هذا مرجعه إلى أن الشعوب لا تملك حريتها. ولو كان الشعب المغربي والشعب الجزائري يختار حكومته، وهذه الحكومة منتخبة ومساءلة أمام الشعب، لما وجدت كل هذه المشاكل. يستحيل الشعوب العربية، ولذلك هذه الأنظمة الدكتاتورية أكثر ما خشيته من الربيع العربي
أن يزيل هذه الحدود التي رسمها المستعمر وفصلت بيننا. ولذلك يعني هالخلاف هذا يعني يفوت على البلدين يعني إمكانيات كبيرة جدا. تقريبا الخسائر تصل إلى حوالي 10 مليار دولار سنويا. هذا على غلق الحدود البرية فقط، وانضافت إليها الجوية. إلى جانب هذا عملية استنزاف الموارد التي يفترض أن تذهب للتشغيل وللتنمية للإعمار تذهب إلى الميزانيات العسكرية. هذه السنة الجزائر أعلى ميزانية هي ميزانية وزارة الدفاع، مصيبة. بينما عشرات الآلاف من الجزائريين يركبون البحر ويركبون قوارب موت من أجل أن يصلوا إلى الضفة الشمالية أوروبا، حتى يحتجزوا في مراكز احتجاز يهانون فيها، تهان كرامتهم ويهان الشعب الجزائري من وراء. وتتحول أيضا يعني أموال البلدين إلى يعني تذهب في ترسانة شراء الأسلحة وأيضا اللوبيات. هنالك يعني عملية استنزاف لإمكانيات البلدين في اللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية. كل دولة منهم يعني من البلدين عندها لوبي تدفع له سنويا مئات الملايين من الدولارات حتى يدافع عنها. اليوم فقط في حديث على أن الأمريكان يتحدثون على إمكانية بناء قواعد عسكرية في المغرب رداً على النفوذ الروسي في الجزائر. تخيل يعني نصبح مستباحين واستقطاب كامل، في حين أن ملايين المغاربة وملايين الجزائريين يعيشون حالة فقر مدقع. لا أقول فقر فقط، مئات الآلاف من الجنود الجزائريين ومئات الآلاف من الجنود المغاربة عبر هذا نصف قرن الآن مروا على الحدود. في هذه اللحظات الذي أحدثكم هناك حوالي 60,000 من الجانب المغربي و60,000 من الجانب الجزائري، أيديهم على الزناد، كل واحد خائف أن الآخر يدخل عليه، وكل واحد عنده الدعاية من كبار الضباط على أن العدو هو هذا. يعني لو راحوا زرعوا الأرض وفلحوها لكان أحسن للشعب. تخيل. فوضع مؤلم ومأساوي. وبعدين أصبح يجب أن تكون مع هذا الطرف أو مع هذا الطرف. لا، نحن ندين كلا الطرفين لأنهم كلاهما مساهم في هذا. أنا لأني جزائري ربما أسمح لنفسي أن أدين النظام الجزائري أكثر لأنه يصعد ويبالغ في التصعيد، خاصة وهو يقهر الحراك. وجد في العدو كما يسميه شنقريحة سماه في خلاف مع الطرح اللي كان سائد آنذاك. هذا قائد الجيش كان يومها قائد الناحية العسكرية الثالثة، أي المحادية من ناحية